لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1303 لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامن دي رب العالمين وهي دارم ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بەڵێ خۆشەویستان وەکو لە وانەکانی ڕابردوو باسمان لە ئاەتەکانی پێشووتر کرد، ئیتر لە دوای ئەوەی کەوە ئەوانی ئەتراف بە گوناه و تاوانی خۆیان دەکەن هەم لای یوسف عەلەیهی سەڵات وەسەلام هەم لای یعقوبی بابیان عەلەیهی سەڵات وەسەلام، ئیتر لە دوای ئەوەی قەمیسەکەی یوسف دەینەوە نزیکی دەکەنەوە لە چاوەکانی یعقوب عەلەیهی سەڵات وەسەلام، چاوەکانی لۆ دەگەڕێتەوە و هەروە ئەوانش داوای لێخۆشبوون دەکەن، داوا دەکەن لای ئەڵڵا تەعالاش داوای ئیستیغفاریان لێ بکە، ئەویش وعدەیان پێدا کە لە داهاتوو داوای لێخۆشبوونیان لێ دەکە. ئینجا دیارە حەسەب وەسیەتی یوسف کە فەرموو بووی هەمووتان پێکەوە ببنە ماڵە وەرن لە بۆ لای من لە میسر، لەو سەڵتەنەتە و لەو خۆشەی کە ئەو تێیدا هەموو لەگەڵی بەشدار بن. ئیتر ئەوانیش حەسەب وەسیەتی یوسف بەڕێ دەکەون هەتا وەکو دەگەنە لای یوسف. فلما دخلوا على يوسف کەواتە یعقوب عەلەیهی سەڵات وەسەلام بەخۆی و بە بنەماڵەکەی هەمووی بەرەو میسر چوون. کاتێک دەخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وتضم يوسف إليه أبويه واختصهما بقربه. ئیتر لە سەرەتادا یوسف عەلەیهی سەڵات وەسەلام پێشوازی لە دایک و بابی کرد و باوەشیانی لێگرت و هەروەها تایبەتی کردن بۆی کەوا ئەو دووەی زیاتر لە خۆی نزیک کردەوە. ئیبن الجەوزی دەڵێ ئاوە ئیلەیه ئەبەوەی، دەڵێ دەربارەی ئەو بەشە ئاەتە دوو قەولی تێدایە. کەمیان ئەبەوەی هیچێ بوون، ئەبوه و خالەتوه، واتە دایکی و خالەتەکەی واتە پلچی خۆشتی دایکی، پلچی خۆشتی دایکی بوو، لأن أمه كانت قد ماتت، لەبەرەوەی دایکی خۆی مردبوو، ئەوە پلچی بوو. ئیتر بابی و پلکەکەی لە خۆی نزیک کردەوە. ئەوەش قەولی ئیبن عەباسە وەکو دەڵێت جمهوریش لەسەر ئەو ڕێیە. بەڵام ڕێی دووەم ئەبەوەیهی واتە باب و دایکی، ئەبوه و ئومه، ئەوەش قەولی حەسەن و ئیبن ئیسحاقە. ابن جرير رحمة الله عليه، ابن جرير الطبري شيخ المفسرين دله، وأولى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحاق. كاتا لودو قول كامان زياتر نزيكترين لراستي أو ابن إسحاق ديلي واتا أبويه واتا أبوه وأمه دايك بابي خوي، لأن ذلك هو الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم في أبوين. لەبەرەوەی زیاتر کە باز لە ئەبەوەین دەکرێت لە عورفی خەڵکی ئەوەی کەوا دایک و بابی خۆی بی، إلا أن يصح ما يقال من أن أم يوسف كانت قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليم لها فيسلم حينئذ لها. مەگەر بەڵگەیەکە لە سەرەوەی کەوا فعلا دایکی یوسف عەلەیهی سەڵات وەسەلام وەفاتی کردبیتن بە بەڵگەیەک ئەومان لۆ بسەلمێنن، لەو حاڵتە ئێمەش تەسلیمی دەبین، بەڵام هیچ بەڵگەیەک لەسەر ئەوە نییە. لەبەرەوەی خوای گەورە فەرمی ئەبەوەیهی کەواتە دایک و بابی هەردووچیان مابوون لە ژیاندا کاتێکەوە دەستنە میسر و دەستنە لای یوسف عەلەیهی سەڵات وەسەلام. ئیتر یەکەم شت
باوەش لە دایک و بابی دەکا و لە خۆی نزیکیان دەکاتەوە. ابن كثير لباشوي كوا قولي ابن جرير دينتو ضلي وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. ضل أورئي ابن جرير طبري رحمة الله عليه هل أوش لقل سياقيات كان دقونزي كوا أبويه واتدايك بابي خوي معناه أوي كوا دايك بابي لجيان دامابون كاتك كوا دقرين ولا يوسف لمصر يتلوين دري باوش يعني لدقريب لخويان نزيق دكاتوا أو قولة صواب ترى والله أعلم. إنزا بيان دفرمي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. واتي يوسف عليه الصلاة والسلام بهموان دفرمي أواني كوا دايكو بابي وهروها مبنى مالك كهاتينا بيان دفرمي ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله كواتا ورن داخل مصر إن شاء الله أمينا من المكاره والمخاوف بأميني إن شاء الله داخل مصر بن كوا هيت شتيتشينا خوش وهسترسيكتان نها تسري. شوكاني ضل ظاهر النظم القرآني أن يوسف قال لهم هذه المقالة أي ادخلوا مصر قبل دخولهم دي ظاهري أو عبارتي كوا القرآن بيروز دهاتيا أو كوا يوسف واني بيفرم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين واتبيش أو داخليش ولاتي مصر بن وان بيفرمو كواتا بيش أو داخلي ولاتي مصر بن يوسف عليه الصلاة والسلام فرموي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقد قيل في توجيه ذلك لو حالتك بوشو إليك بدينوا دلين كواتا إنه تلقاهم إلى خارج مصر كواتا يوسف عليه الصلاة والسلام لبو بيشوازي أوان شو خارج ولاتي مصر فوقف منتظرا لهم في مكان أو خيمة لخارج مصر لبيشوازي أوان لجيقاك لبيشوازيان دابو لخيوتك ولجيقاك فدخلوا عليه لو خيوتو لو جيقايا أوان سون الله يوسف عليه الصلاة والسلام لوين دري آوى إليه أبوي لوين دري دايكو بابي لباوش قرتو لخوي نزيك كرنوا إنزا فرموي ادخلوا مصر إنزا فرموي دي بهموان فرموي داخل مصر بن إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا مصر فاشوي كوازا داخل ولات مصر بن ودخلوا عليه دخولا آخر في المكان الذي له بمصر رفع أبويه على العرش. إنزا كداخل مصر بن إنزا كتسون تون أو زيقاو ريقاي كتايبة بيوسف عليه الصلاة والسلام إنزا لويندر وكل آتي دواتر ذا فرميتن دايكو باوكي لسر عرشكي مصر دانا والله أعلم. وقيل المراد بدخول مصر هند أوا بابلين ليك دانوي شي ديكا كواتا ليك دانوي يكم أوتا كيوسف عليه الصلاة والسلام تو لبيشوازي أوان لخارج مصر بيشوازي عن ليكل أنزا فرموي برون داخلي مصر بن بو باري سلامتي وأمن أماني داخلي مصر بن إنزا دواتريج لقاليان حتى ذا قصر كي خوي بلام توجيه دوم ياخذ لك دانوي دوم أو يكوا بيان دفن ادخلوا مصر أو أن داخلي مصر بوينا بلام مقصدي ادخلوا مصر السكن والاستقرار فيها وأتا بمينين مستقر بن نشتجيب لمصر إن شاء الله آمن بو باري أمن أمان ومستقر بن نشتجيب لمصر يتر أواني كوا وايلك ددن وكو ابن عطية ابن كثير ابن كثير رن لدواي داخل مصر بيان دفن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وتا نشتجيب لمصر بوفري أمن أمانه. وقيل إن في هذا التركيب ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين معنى الدعاء هندش دلين أو تركيبة أو جملة كاتب إن شاء الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين دلوكو دعاء فكأنه قيل اسلموا وأمنوا في دخولكم إن شاء الله وتتأمين بن سلامة لها نجوتا لبو مصر إن شاء الله والتقدير ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين أجر الله تعالى ويستي لسلبي أنقو بوفري أمن أمانة لمصر دمينين. ابن عاشور دله فيه إيجاز أو جملة إيجاز كرد كرنوشتدا حيث طوى ذكر سفرهم من بلادهم إلى دخولهم على يوسف عليه السلام. طبعا هرزودة فلما دخلوا على يوسف كواتا فعلا بابلين كرد كرنويتدا كوا همو كلام رب العالمين بو بري
کورتی عیبارەتەکان تعبیر لە فراوانترین معنا دەکات کەواتە ئەوان بەڕێکەوتن سەفەریان کرد لە وڵاتی خۆیان بەرەو وڵاتی میسر حتا گەیشتنە لای یوسف عەلەیهی سڵاتو وسەلام لۆ خوای گەورە باسی ئەو سەفەرە ناکە یەکسەر بازکە کە گەیشتنەوێندەرە ئیذ لەیسە فیه من العیبەری شەی لەبەرەوەی هیچ عیبرەتێک لەوەدا نییە کەوا باسی بکاتن ئەو شتێکی تحصیل حاصلە والله أعلم. ابن عاشور دەڵێ کاتێکەوە دەفەرمێ ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين جملەیەکی دوعائیە بە قەرینە و بەڵگەی ئەوەی إن شاء الله کە إن شاء الله تێدا بەکارەتێ لكونهم قد دخلوا مصر حينئذ طبعا وەکو یەک لە شێوازەکان لێکدانەوە کەواتە ئەو کاتێک پێیان دەڵێ ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين دەڵێەوە دوعایە لەبەرەوەی ئەوان ئەو کاتێک کە پێیان دەفەرمێ گەیشتوو بنە مصر فالأمر في ادخلوا للدعاء كواتا ادخلوا مصر لبو دعاء وجملة إن شاء الله معترضة بين جملة ادخلوا والحال من ضمن إن شاء الله وفيها تأدب مع الله كواتا أوان هاتين وداخل بوين إتر ورن بخير بين لو مصر إن شاء الله آمينين إن شاء الله كز لبو تأدب لخزمة الله تعالى كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة الأمر كواتا وكو أو خو باريزيك لو دعاني كوا بصيغة أمر هاتية إن شاء الله لك أربك هذا يندري إن شاء الله كجري لمجرد التيمن وكو بركتك بناي الله تعالى فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة وقوع التسمية في أول الكلام بسم الله كاتك ودري بسم الله لها مشتاق ده لبو بركتي ناوي الله تعالى وبإذن الله تعالى دس بيدكم كاتل لبو بركة دار كردني أو كاريك أو ديوتن بركة دار بيتن كهاتني أوان لبو مصر اتدرى أوان لبابي أوينيك وبيان صوم دفرمي كاتك ويقلن قو دعاي كر بانالي اغفر لي إن شئت بانالي خواليم خوش بي أقر دتبه لأن ذلك في الدعاء المخاطب به الله صراحة كواتا أتوكاتك ودعاي دكي لبين خوت أخوة مالي يا الله اغفر لي إن شئت أقر ويست لسلم خوش بي أقر ويست لسلا نا هرب لا اغفر لي يا رب بداوا كدن داواي ليبكا بلام ليرة دا أوا بابن دعاكي لبابي خبرية ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ليرة دا فرقي لقالوا كوا دعاكي مباشر لبين خوتو خوادكي سبحانه وتعالى وكو بيان صلى الله عليه وسلم فيري كردين كاتك وكسيق نخوشة بي بلي لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله هي سنة إن شاء الله دبتماي خان بنوي قناه تاوانا كانت أجر الله تعالى بيستي لسربي لو عندلاش دعاء بلام وكو خبري قتو بنخوش كدلي نوك دعاء بلا بين خوت وخوا كواتا أجر لبين خوت وخوا دلي يا ربي خوا شفاء بنيري لبو فلانة كز لبو من بلام كاتك والقل نخوش كقصان دكي دعاءك بلام وكو خبريك بكسيك دلي يويش بوش شوي كاتك ودلي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين دعاء بلام وكو خبريك لقل أوان قصان دكات من دوية تيمن بإن شاء الله دكا كوا وكو بركتك بإذن الله تعالى بخير وسلامتي وأمن وأمان لمصر دا نشت زيد بن إن زاد فرمي ورفع أبويه على العرش ورفع أبويه على العرش أي وأجلس يوسف أباه وأمه على السرير الذي يجلس عليه عرش تيا سرير الملك كواتا أو تختي ياخذ أو كرسي كوا ملك لسرداش عادة كرسي فراوان وقورشة إتر دايكو بابي خوي برد سر عرش مصر برد سر كرسي عرش مملكتي مصر لوي دانان كوا زيجاتي برزو أو برزيجا ريزو احترامه ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا أي وخر أبو يوسف وأمه وإخوته 11 ساجدين ليوسف تحية له وتعظيما إنزا دواتر دفرمي دايكو بابي ويازد براكي هر هموي سزدي تحية سزدي بقورزانين ورزلينانيا لبو يوسف أنزام دا وكل خونكي بيني بوي مانغو روجو يازد أستيرا كوا سوزدەی لۆ دەبن کە دیارە سوزدە بردن لە شریعەتی ئەوان لەبۆ بەشەر وەکو ڕێزلێنان وارد بووە وخروا له سجدا خروا لخروري هاتيا خرور خر بمعنى السقوط من علو إلى الأرض عادة شتێک بەرز بیتەوە لە بەرزاتیەک بەرەو سەر ڕووی زەوی بکەوتە خوارێ
وخر سقط على وجه زياتريش خرور وتكسب كوتسر دم تساو وأصل خر هو اضطراب وسقوط مع الصوت كواتا أصلي أو كلمة جواتا شتيك بربيتو دنجيش شلي وبي إتر وخروا لو سجواتا كوت نسر دم تساو سوزد بردن بسوزد بردني تحيو ريزلينان ليوسف إمام قرطبي فرمي أجمع المفسرون على أن ذلك السجود كان تحية لا عبادة كواتا إجماع مفسرين لسلا كوا أو سوزد بردني دايكو بابي وياز دبراكي لبو يوسف سوزد بردني تحية وسلام ورزلينانا نوك سوزد بردني عبادة كوا تنها وتنها لبو الله تعالى. ابن كثير رحمة خايلبي ضل لشريعة أوانو ولا شريعة كايد كش حتى شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام أو بكوا اعتيادي سوزد بردن وكو رزلينانا لقورة لخوت جائز بو حتى وكو جيشت شريعتك إيما كوا كوتا شريعة سوزد بردن تنها وتنها لبو الله تعالى سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.